ازاي تعرف ان الشخص ده هو توأم روحك؟ في رسائل كونية بتأكد لنا ده. تعالوا ندخل في الموضوع على طول. مش كل حد ترتاح له اول ما تكلمه يبقى هو ده. ساعات الراحة دي بتكون فخ كوني حقيقي، لان في علامات تانية عقلنا الباطن بيحاول يلحقك بيها علشان يعرفك ويقول لك ان ده توأم روحك فعلا، ولا ده درس كوني جاي يوجعك شوية ويعلمك شوية حاجات ويمشي. وعلشان نفرق كل ده في 3 حاجات مهمين جدا الكون بيبعتها لينا واحنا مش واخدين بالنا. زي اول حاجه مثلا هي لغه الصدف، يعني مثلا تفكر في شخص فتلاقيه بيكلمك، او تلمح اسمه في مكان معين، او حتى انتوا الاتنين بتسمعوا نفس الاغنيه في نفس اللحظه. بالمناسبه بقى دي مش مجرد صدفه، انما قانون الجذب بيقول لك ان الترددات بتاعتكم بقت على موجه واحده. تاني حاجه هي الراحه الامنه مش المجنونه، انما لو العلاقه كانت فيها شد وجذب وخناق طول الوقت ونقول اصلنا بنحب بعض، فده بيكون درس ليك مش توأم الروح، لان التوازن الحقيقي هو السكن. تالت حاجه اسمها المرايه، يعني الشخص ده بيكون عايز يخليك احسن نسخه من نفسك من غير طبعا ما يضغط عليك، بيطلع اجمل ما فيك مش الوحش اللي عندك. طب ازاي تفرقوا ما بين توأم الروح والدرس الكوني؟ توأم الروح يعني امان، استقرار، ابن مستقبله وانتوا الاتنين مع بعض، قلبك مطمن حتى لو في مشاكل بينكم. انما لما يكون الشخص ده على هيئه درس في الحياه، هنلاقي في العلاقه في شغف جنوني، قلق ووجع قلب، بياخد طاقتك في الحاضر ويمشي، في صوت واطي جواك بيقول لك اهرب. بعد كده رساله الاحساس، عمرك ابدا ما تتجاهل قبضه القلب، يعني لو حسيت ان الشخص ده تقيل على قلبك حتى لو قال كلام معسول فخد بالك. اللي لازم نعرفه او اللي عرفناه ان الكون بيبعت اشارات لينا فعلا، بس احنا اللي بنختار نقراها صح ولا غلط، او بنغمي عينينا علشان نعيش اللحظه. فلو عايزين تجذبوا توأم روحكم بجد، مهم ان احنا نشتغل على روحنا الاول، لان الطيور ببساطه على اشكالها تقع زي ما بيتقال، وده بيكون اقوى قانون للجذب. قولوا لي بقى، هل قابلتم في حياتكم شخص زي كده؟ شخص حسيتوا معاه بانكم لقيتم نفسكم، ولا لسه بتتعلموا الدروس؟